النهاردة بقى هوريكوا أجمل كبدة بانيه ممكن تعملوها في حياتكم، جميلة جدا وسهلة وسريعة وتحفة وطعمها جميل اوي اوي. ممكن برضو ناكلها بعيش وطحينة، ممكن ناكلها مع رز، ممكن ناكلها مع مكرونة. أول حاجة معايا نص كيلو كبدة متقطع شرايح، معايا نص كوباية من اللبن، ومعايا ربع كوباية من الخل، ومعايا دقيق، ومعايا التوابل اللي هستخدمها: معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة 7 بهارات، ومعلقة فلفل أسمر. أول حاجة هجيب الكبدة بتاعتي وهنزل بيها عليها بالتوابل اللي معايا، وبعدين هنزل بنص كوباية اللبن، وبعدين هنزل بربع كوباية الخل بتاعتي، وابتدي ان انا اقلب كل المكونات دي في الكبدة. سريعة جدا، سهلة جدا، جميلة جدا، تحفة جدا. هنزل بقى برضو بنفس التوابل: ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، على الدقيق اللي انا هدهن فيه الكبدة بتاعتي، وابتدي ان انا اقلب البهارات في الدقيق كله علشان تتوزع، وابتدي بقى ان انا ادهن الكبدة بتاعتي في الدقيق، ابلها كلها دقيق كده، اغرقها دقيق وانزل بيها في مية ساقعة. هيكون معايا طبق مية ساقعة، من الدقيق على المية الساقعة على الدقيق، وابتدي ان انا احطها في طبق. لازم نحط برضو المية الساقعة، بتفرق جامد وبتخلي برضو الدقيق يمسك كده وتبقى مقرمشة. المية الساقعة بتخلي الفيجيتار يقرمش معانا. ابتدي بقى ان انا اعمل الخطوة دي مع كل الكبدة بتاعتي، وابتدي كده ان انا احطها في طبق، و اسيب بقى كده طاسة على النار تغلي، واول ما تغلي كده جامد انزل عليها بالكبدة بتاعتي. لازم الزيت يبقى سخن جدا، مش وهو بارد، لا وهو سخن، وانزل بالكبدة بتاعتي، ولما تاخد لون ذهبي ابتدي ان انا اقلبها على الوش التاني لغاية ما هو كمان ياخد لون ذهبي. وبعدين ابتدي ان انا اطلع الكبدة بتاعتي، وانا بقى كنت عاملاها مع شوية مكرونة حمرا كده، هنزلكوا برضو طريقتها، كانت مكرونة فظيعة فظيعة فظيعة. والكبدة مع المكرونة ميكس خطير، لازم تجربوه، لازم تجربوا الكبدة بالطريقة دي، طعمها تحفة يا جماعة وسريعة. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.